لما ارتحل عسكر بن سعد عن كربلاء وساروا بالسبايا والرؤوس، مشى نساء من بني أسد إلى معركة كربلاء، وكانت في حي قريب من الواقعة، فرأت جثث أولاد الرسول وأفلاذ الزهراء البتول وجثث أنصارهم تشخب الدماء من جراحاتهم، فتداخل النساء من ذلك تمام العجب، فابتدرن إلى حيهن وقلنا لأزواجهن ما شهدن، ثم قلنا لهم ماذا تعتذرون من رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهم السلام إذا وردتم عليهم، حيث أنكم لم تنصروا أولادهم ولا دافعتم عنهم بضربة سيف ولا بطعنة رمح. وبقيت النسوة يجلنا حولهم ويقولنا لهم إن فاتتكم نصرة تلك العصابة النبوية فقوموا الآن إلى أجسادهم الزكية فواروها، فبادروا إلى مواراة أجساد آل الرسول وادفعوا عنكم بذلك العار. فقالوا إننا نخاف من عبيد الله بن زياد وابن سعد تصبحنا خيولهم وينهبوننا أو يقتلوا أحدنا. فقال كبيرهم الرأي أن نجعل عينا على طريق الكوفة ونحن نتولى دفنهم. قالوا هذا الرأي السديد. ثم أنهم وضعوا رجلا وأقبلوا إلى جسد الحسين وصار لهم بكاء وعويل، ثم أنهم اجتهدوا على أن يحركوه من مكانه ليشقوا له ضريحا، فلم يقدروا أن يحركوا عضوا من أعضائه الشريفة. فقال أحدهم ما ترون؟ قالوا نجتهد أولا في دفن أهل بيته ونرى رأينا فيه، أي في جسد الحسين عليه السلام فيما بعد. وبينما هم كذلك إذ بفارس طلع عليهم على متن جواده وقد ضيق لثامه، فلما رأوه انكشفوا عن تلك الجثث الزواكي، فأقبلا ونزلا عن جواده وتوجها نحو جسد الحسين، وصار منحنيا كهيئة الراكع حتى أتى ورمى بنفسه على جسد الحسين، فجعل يشمه تارة ويقبله أخرى، وقد بل لثامه من دموع عينيه. ثم رفع رأسه ونظر إلى بني أسد وقال ما وقوفكم حول هذه الجثث؟ قالوا أتينا للتفرج عليها. قال ما كان هذا قصدكم؟ فقالوا نعم يا أخ العرب، الآن نطلعك على ما في ضمائرنا، أتينا لندفن جسد الحسين. قال بنو أسد فخط لنا خطا في الأرض وقال احفروها هنا، ففعلنا ووضعنا فيها 17 جثة، ثم خط لنا خطا آخر وقال احفروها هنا، ففعلنا ووضعنا فيها باقي الجثث، واستثنى جثة واحدة، فأمرنا أن نشق لها ضريحا مما يلي الرأس الشريف، ففعلنا. وقال لهم أما الحفيرة الأولى ففيها أهل بيت الحسين، وأما الحفيرة الثانية ففيها أصحابه، وأما القبر المنفرد مما يلي الرأس الشريف فهو لحامل راية الحسين حبيب بن مظاهر.
ثم أقبلنا لنعينه على جسد الحسين عليه السلام، وإذا به يقول لنا بخضوع وخشوع: أنا أكفيكم أمره. فقلنا: يا أخ العرب، كيف تكفينا أمره وكلنا اجتهدنا